بقصة سيدنا عليه الصلاة والسلام صالح نبي الله الذي أرسله الله عز وجل إلى ثمود، إلى هذه القرية التي كفرت بأنعم الله، هذه القرية التي عصت رسول الله، هذه القرية التي خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، فطلبوا أو دعاهم نبي الله صالح إلى الإيمان بالله، إلى توحيد الله وعدم الإشراك به. دعاهم صالح إلى هذا الأمر فعصوه، بل طلبوا منه آية فأخذ عليهم العهود والمواثيق أن إذا جاءت هذه الآية يؤمنون بالله. قالوا نعم، فأخرج الله لهم ناقة عشراء كنواب من صخرة صماء، فقال هذه آية الله، لكنهم بقوا على ذلك الكفر، فأنزل الله عليهم الصيحة، فصاحت بهم صيحة من فوقهم من فوق 7 سماوات، صيحة أخذت بأرواحهم، ورجفة اشتدت في الأرض حتى ذهبت بقلوبهم، وانتهى أمر ذلك القوم على هذا الحال. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى أمر ذلك القوم؟ اسمع ماذا يفعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وماذا يفعل الآن في هذه الأيام بعض الناس. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى تبوك، في طريقه وهو يسير صلى الله عليه وسلم، وإذا به يمر بدار أو بمكان يقال له الحجر، هذه التي هي كانت مكان قوم ثمود، المكان الذي عاش فيه هذا القوم الذي عذبهم الرحمن سبحانه وتعالى. فمر نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا بالناس قد نزلوا في ذلك المكان، فقط لا نزلوا في ذلك المكان، ثم بدأوا يجمعون الماء، فذهبوا إلى بئر من آبار قوم ثمود التي عذبها، التي جاء عليها عذاب الرحمن، وأخذوا من مائها ووضعوا القدور ووضعوا فيها الماء، وجاءوا باللحوم لتنضج في هذه القدور. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، وصل إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحابه قد استقوا ووضعوا القدور ووضعوا فيها اللحوم، وأرادوا أن يشربوا من ذلك الماء ويأكلوا منه. فيأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم إليهم مسرعا، فقال يا أيها الناس، من استقى أو وضع في قدر شيئا فليريق ذلك القدر. أريقوا المياه، مياه ثمود أريقوها في الأرض. هل هذا فقط؟ لا، من عجن عجينا من تلك المياه، مياه هؤلاء الكفرة الذين كفروا فعذبهم الرحمن، من عجن عجينه فلا يأكل منه شيء، وليعرفه البهائم فكانوا يعطون العجين للإبل تأكلها. ثم قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول عليهم. نسمع الآن هناك زيارات أثرية أو زيارات مدري ايش يسمونها سياحية أيا كانت إلى هذه الديار. ألم يعلموا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه، قال لا تدخلوا عليهم إلا في حالة واحدة، إلا أن تكونوا باكين. في هذه الحالة يجوز لكم الدخول، لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين. في رواية أخرى قال إن لم تبكوا فتباكوا، لكي لا ينزل الله عز وجل عليكم عذاب في ذلك المكان. وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل ذلك المكان فقام فيهم خطيبا فقال
صلى الله عليه وسلم من تلك البئر التي هي بئر العذاب والعياذ بالله لقوم ثمود إلى بئر الخير والبركة، إلى البئر التي كانت تشرب منها تلك الناقة التي أنزلها الله لهم آية. في رواية رابعة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قنع رأسه عندما مر بهذه الديار، عندما مر بقوم أو بديار ثمود بهذا المكان الذي عذب الله فيه هذا القوم، قنع رأسه صلى الله عليه وسلم وأسرع براحلته قال إياكم والدخول عليهم إلا أن تكونوا باكين أو تباكوا إلا تبكوا. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين عذبهم الرحمن لأنهم خالفوا أمر الله، فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا أحوالنا، اللهم اصلح لنا أحوالنا، اللهم اصلح لنا أحوالنا، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشرح لنا صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. فرج همنا يا كريم، فرج همنا يا كريم، نفس كربنا يا عظيم، نفس كربنا يا عظيم، يا حليم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا رحمن الدنيا ورحيمها. اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد مقدساتنا بسوء فرد كيده في نحره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم زلزل الأرض من تحته. اللهم لا تجعل له راية ولا ترفع له الراية، واجعله لمن خلفه راية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ولاة أمرنا بما تحبه وترضاه، اللهم اغفر ولاة أمرنا بما تحبه وترضاه، اللهم اغفر ولاة أمرنا بما تحبه وترضاه. اجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رحمة لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بهم دينك، اللهم انصر بهم دينك، اللهم انصر بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم. نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوتك، في أحب البقاع إليك يا كريم، في بيوت الرحمن. نسألك يا الله ألا تبقي في قلوبنا هم إلا أخرجنا. اللهم اخرج الهم من قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كروبنا، اللهم نفس كروبنا. اللهم اقض ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم كان من هذا الجميع يشتكي ألم في جسده، اللهم سكن ألمه يا كريم، اللهم سكن ألمه يا كريم. صب عليه العافية صبا، صب عليه العافية صبا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا عنا كل خير، وفقنا لبرهم في حياتنا وبعد مماتهم. اللهم وفقنا لبرهم في حياتنا وبعد مماتهم يا ذا الجلال والإكرام. إن كتب الله لنا عمرهم في أسبوعنا القادم سنبدأ مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في قصته الطويلة المشهورة، ونأخذها كما أخذنا قصة صالح. أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اكفنا شر الرياء والسمعة، اللهم اكفنا شر الرياء والسمعة يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير يا أهل هذا الجامع المبارك، وأتمنى أن نرى الوجوه الطيبة المباركة في كل أسبوع. نحن ولدنا معكم بإذن الله عز وجل